التركيز بصافرة النهاية بعد ركلات الترجيح. سعادة كبيرة جدا، سعادة كبيرة بعد ما حققنا. كان هنالك ركلات الترجيح وكانت اللحظات صعبة وعانينا كثيرا مع مجريات المباراة، ولكن في النهاية هذا هو ربع نهائي كأس العالم. عانينا وعرفنا كيف نعاني في اللحظات الصعبة وتأهلنا، وهذا هو الأجمل وأفضل إحساس. أرجنتين الآن بين أفضل 4 لاعبين، أفضل 4 منتخبات في العالم. لماذا؟ لأننا في كل مباراة نظهر أننا نعرف كيف نتعامل مع كل مباراة، ودائما نلعب بنفس القوة، ونريد دائما أن نسجل الأهداف وكيف أن يكون لنا دور البطولة والجميع يركض سويا، لأننا لدينا طموح كبير ورغبة كبيرة من أجل أن نفوز بهذا اللقب، ونحن كنا نحتاج إلى هذه السعادة لنا ولكل هؤلاء الجماهير. ليو، ماذا شعرت بعد تسجيل هدف التعادل، وفي أي لحظة شعرت بأنه من الممكن أن تعودوا وتتأهلوا إلى الدور التالي؟ كان هنالك غضب كبير واستياء لأننا كنا نتمنى أن نحسم المباراة. شاهدنا كيف كان الحكم وكيف كانت أيضا القرارات في هذه المباراة، ولكن الناس شهدت ماذا حدث. كان لدينا تخوف قبل المباراة وكنا نعرف هذا الحكم، واعتقد بأن الفيفا يجب أن تراجع نفسها عندما تضع حكم مثل هذا الحكم في مباراة في غاية الأهمية. من المهم جدا أن يكون الحكم على قدر المباراة. مرة أخرى مثل مباراة البرازيل، نعم، لم يكن لدينا أي شك عندما ذهبنا لتسديد ركلات الترجيح. كان لدينا ثقة كبيرة في الحارس في ديبو مارتينيز ونحن ممتنون له. والآن المباراة القادمة كرواتيا نصف النهائي، ستكون مباراة صعبة جدا. المنتخب الكرواتي يظهر بأنه منتخب كبير ولعب بندية كبيرة أمام البرازيل، وهذا ما شاهدناه في بعض لحظات المباراة. هو منتخب لديه لاعبون مميزون جدا ويعرفون كيف يحركون الكرة في وسط الميدان. هو منتخب يعمل ويلعب مع نفس المدرب من بطولة كأس العالم الماضية، وفي النهاية ونصف نهائي كأس العالم، وستكون مباراة صعبة جدا. تعانون كثيرا وتعاني كثيرا، ولكن نشعر بالسعادة وأنك تستمتع أكثر من أي وقت. نعم، نحن في ربع نهائي كأس العالم وتأهلنا إلى نصف النهائي. نحن نستمتع بهذا وبالجمهور، وأن نسير خطوة بخطوة وأن نحاول أن نفوز بالمباراة وكل مباراة بكل ما لدينا. سعيد جدا، سعيد جدا. شكرا جزيلا.